أشرف بن شرقي في الجبهة الشمال روح مختلفة ومهارة مختلفة ونكهة مختلفة وكل حاجة مختلفة، زي الكورة دي كده اللي قدامك بعد ما رقص وعدى وراح عمل ثرو باص خيالي 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 لحسين الشحات، ما يجيش على دماغ أي لعيب غير لعيب الكورة الحريف قوي وسط 3 لعيبة من الإسماعيلي، ضرب ده كله وودى حسين الشحات قال له روح هات جون يا سحس، ولكن سحس للأسف رفض الهدية. وزي الكورة دي كمان والمهارة الغير عادية بتاع بن شرقي دي لما ودى مدافع الاسماعيلي زي ما انت شايف كده وداه كوالا لامبور، حرفيا صفره بره ملعب برج العرب خالص، وداه ميامي وكمل الكوره ولعبها للشحات، والشحات ساعتها اتخبط في رجل لاعب الاسماعيلي وكان عايز ضربة جزاء ولكن طبعا ما خلتش على الحكم. ودي واحده ثالثه لبن شرقي اللي كان متنفس الوحيد للنادي الاهلي في الشوط الاول وهو ناحيه الشمال، ونزل استلم الكوره وودى ايريك تراوري برضه المولد، وشوف هنا النظره شاف الشحات على طول قال له خد يا سحس الون، بس اوعى 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 ما تدينيش التو، واتحرك له بشكل مميز جدا جدا جدا، ولكن للاسف برضه الشحات ما ادالوش التو بشكل صحيح وضيع هجمه وكوره خطيره على النادي الاهلي. عشان يجي الراجل ده بقى يعمل اغرب حاجه اي مدير فني ممكن يعملها، وهي نقل بن شرقي من المكان اللي هو متالق فيه ده ومتجمل فيه ويوديه ناحيه اليمين ويعكس طاهر ناحيه الشمال على اساس ان طاهر يعني هيقطع الدنيا. تعال نشوف ايه اللي حصل لما الراجل العبقري ده عمل كده. هنا بن شرقي مثلا جه ناحيه اليمين وبقى لا حول له ولا قوه، يعني بيحاول يعدي ولكن الراجل مش على عدلته، حتى لما بيرقص بيلاقي الكوره وقفت تحت رجله لانه مش معدول وجسمه مش معدول للملعب، فبتتقطع منه وتروح الكوره هباء ولا اكن اي حاجه حصلت. خلاص بقى طاهر هيروح ناحيه الشمال هيقطع الدنيا. اتفرج على طاهر في الكوره دي، اي لعيب كوره واي جناح هتجيله الكوره دي هيعمل حاجتين، يا اما هيروح بالكوره في المساحه كده ناحيه الشمال بيحاول بقى يعمل عرضيه يرقص يعمل اي حاجه، او يحطها من مره واحده بليسنج ار2 في البعيده زي تريزيجيه. بس طاهر للاسف ما عملش اي حاجه وادى الكوره ضربه مرمى. طالما اتكلمنا على بن شرقي ما اقدرش ما اجيبش الكوره دي، الكوره اللي رقص فيها مدافع الاسماعيلي وخلاه يريح برضه على نجيله استاد برج العرب الناديه كده الجميله، ونيمه تنييمه عالميه كعاده بن شرقي اللي عملها الماتش ده مرتين ثلاثه مثلا 5 6، عد زي ما انت عايز تعد، ولكن طمع فيها في الاخر. ولكن سانكس جاد الحمد لله الحمد لله الراجل افتكر ان هو غلط وقدر ان هو يلعبه الشوط الثاني كله ناحيه الشمال، ولكن كان لعيبه الاهلي مش مساعدين بن شرقي. يمكن هو الكواليتي الوحيد النهارده اللي كان بيحاول يروح على المرمى بيرقص بيجي من هنا بيجي من هنا مع تكتلات طارق العشري، ولكن ما كانش فيه حد مساعده. وانا عايز اعرف بقى حاجه، ازاي بالعمري ده ما كانش موجود من اول ماتش واول دقيقه رجله حطت في القاهره؟ ازاي ما كانش بيلعب برضه؟ مش عارف يعني ازاي الراجل ده اسوأ من شكري مثلا واسوأ من كوكا. الراجل بيعمل عرضيات من مره واحده من لمسه واحده، وباين انه عنده كوره كبيره جدا، ومن لمساته انه لعيب كوره مهاري وجامد جدا من اول تقريبا 30 دقيقه يلعبهم. ازاي الراجل ده مش موجود؟ ابتديت كده ثقتي تتهز شويه في طرق بالذات بسبب حركه بن شرقي اللي انا شرحتها لكم دي من شويه. لو عجبك الفيديو متنساش تعمل لايك والشير وكمان المتابعه والسبسكرايب لقناه اليوتيوب، وبس كده سلام.